السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك بيتغلب من انبي 1-0. خسارة مستحقة بمليون المية. الزمالك ما لعبش النهاردة خالص، الزمالك ما جاش في كل فترات الماتش كلها. انا ما كنتش عندي احساس ان احنا ممكن نجيب جون ونتعادل، مش نكسب حتى. من اول ما الحكم صفرت بداية المباراة لحد الحكم ما ختم بعد البلنت اللي ضيعه حسام عبد المجيد، ما كانش عندي احساس ان احنا ممكن نتعادل. كنا وحشين قوي احنا. ما يمكن اسوأ ماتش شفته للزمالك في الفترة الأخيرة، يعني ماتش سيء جدا بكل تفاصيله، عايز انساه. يعني أنا مش عارف أنسى الماتش ده إزاي. رغم أهميته كان ماتش مهم، ماتش مهم جدا، كان هيفرق معاك قوي في الماتشات اللي جاية، في الست ماتشات الجايين. كنت هتخش فرق 3 بونت عن بيراميدز وستة عن الأهلي. أنت دلوقتي داخل زيك زي بيراميدز وفرق 3 بونت بس عن الأهلي، وماتش بينك وبينه. حتى اما جات لك فرصة التعادل، ضربة الجزاء اللي هي الصحيحة مليون المية بتاعت عبد الله السعيد، ما كانش فيه توفيق لحسام عبد المجيد وضيعها، عشان احنا ما كناش نستحق ان احنا حتى نطلع بنقطه يعني. ماتش من بدايته سيء جدا جدا جدا. ما لعبناش كوره، ما شفناش جمله، تشليت على الفاضي وعلى المليان. تشكيله البدايه ممكن يكون فيها غلطات كتير قوي. محمد اسماعيل ممكن نفتكر التشكيل تاني كده يعني. احنا بدأنا بالمهدي سليمان، عمل اللي عليه، والبن حتى اللي جاب جون كان هيطلعها، بس الكرة خانته ودخلت. محمد ابراهيم النهارده ما لعبش كوره بربع جنيه، سيء قوي 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 قوي. محمد اسماعيل النهارده ما مش عارف، محمد اسماعيل وحش قوي قوي. محمد اسماعيل كان ممكن يطرد اصلا في الماتش ده، محمد اسماعيل وحش. ولما بيزيد بالكوره برضو، كنا لسه بتكلم عليه الماتش اللي فات واللي قبله، ان هو لما بيزيد بالكوره بيطولها في رجله قوي قوي، وبطيء قوي في الباص، بيطلع الباص بالعافيه من رجله. حسام عبد المجيد برضو مش احسن حاجه. حتى في كوره في اخر الماتش كان هو بنتايج بيجري والمهاجم بتاع انبي وراهم، ساب عبد المجيد وقف. محمود بنتايج يا اخي ارحمنا، محمود بنتايج وحش قذر. الجون الاولاني اصلا اللي دخل كمان، يعني البنالتي اصلا في البدايه بسببه عمل فاول ملوش اي لازمه خالص، فاول ملوش اي لازمه خالص، غير طلع ثلاث اربع باصات زي الزفت. ثلاث اربع بس مش قادر يلعب محمود بنتايج، مش قادر يلعب، مش قادر، مش ما بيلعبش كوره يعني. انا مش عارف نص الملعب النهارده بتاعنا كان وحش قوي 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 قوي. عبد الله السعيد النهارده مش عارف، نسي الكوره. عبد الله كل كوره بيجيب باص غلط، بينيه غلط، بالونات. النهارده عبد الله السعيد كان بيرفع بالونات وبيباصي غلط، بيرفع بالونات يعني اي حارس يجيبها، اي عيل صغير يجيبها، والبالونات كلها غلط اصلا كمان، فاهم؟ ما لعبش كوره ايجابيه النهارده عبد الله السعيد، ولا حتى قطع كوره، ولا عمل اي حاجه في الماتش. فتوح في كوره جات له كده على يمينه جوه ال 18 بتاعت انبي في الشوط الثاني، قلشت من على رجله، كان بيلعبها بالعرض. فتوح برضو النهارده يعني، كان انا بالنسبه لي يعني كان الشوط الاول هو فتوح اللي فيه الرمق شويه في العيال اللي كانت بتلعب دي كلها. بيزيرا ضيع جون ما يضيعش في بدايه الشوط الثاني. مش الفينش، هي الفينش بتاعك ده لازم تشوف لك فيه حل يا راجل. ما ينفعش بجد، ما ينفعش. برضه في مشكله برضه، ان كل اللي بيلعبوا عليه لازم يضربوه، كل اللي بيلعبوا عليه لازم يضربوه. ناصر منسي من اوحش ماتشاتك يا ناصر، من اوحش ماتشاتك النهارده. احنا بنقول انت احسن مهاجم في مصر الفتره دي، ودي حقيقه ما ينكرهاش الا الاعمى، بس انت النهارده وحش قوي. آه مين تاني ما ذكرناهوش؟ احمد ربيع النهارده وحش قوي قوي قوي. النهارده الزمالك كله وحش، كله وحش. محمد السيد محمد السيد، نسيت اقول محمد السيد. محمد السيد كان عامل الماتشات اللي فاتت حلوه بصراحه يعني، بس النهارده ايه ده؟ ايه ده؟ النهارده تحس ان اول مره يلعب كوره في حياته. باصات غلط، بيجري غلط، عمل بنالتي من كوره يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. الكوره اصلا كانت معاه هو في البنالتي الثاني، الكوره كانت معاه هو، اتقطعت منه، ردت علينا ببنالتي. وقبلها كان كوره على ناحيه اليمين عايز يعمل فينت ويبصيها. يا عم العب السهله، انت مغلوب، العب السهله. بتصعب على نفسك ليه؟ انت خرجت نفسك من الماتش، انت خرجت نفسك من الماتش وركبتهم علينا الماتش. معتمد جمال النهارده اداء الماتش بسوء، وتغييراته النهارده يا راجل تقرف، تغييراته تقرف. اول تغييره بتاعت عدي الدباغ ومحمد السيد دي ماشي يعني، ممكن تمشي الدنيا ان محمد السيد خرج من الماتش خالص، خرج من الماتش محمد السيد، فتغييره عدي الدباغ دي تتقبل شويه. انا في تغييره جننتني، تغييره فتوح دي جننتني. يعني تغييره فتوح بدل يوسف، دي جننتني. يوسف وائل دي جننتني حرفيا. يا راجل خرج بنتايج ورجع فتوح باك ليفت. بنتايج مش شايف، بنتايج مش شايف، بنتايج وحش.
وحش قوي قوي قوي. ازاي تخليه يكمل؟ ازاي يا معتمد؟ يا معتمد ده انت كان احسن حاجه فيك قرايتك للماتش والتغييرات. يعني انت اما بتبدا غلط بتعرف تصلح، بتعرف ترجع الفرقه الجيم تاني، تعرف تغير صح. ايه التغييره بتاعت يوسف وائل دي؟ وبعد كده رحت ناقل التغييره اللي عملتها بعدها بتاعت الجزيري مع محمد ابراهيم، ورحت ناقل ادم كايد وينج رايت. ما احنا عارفين ان ادم وحش في الوينج رايت، ما هو فترته كلها مع يانيك فريرا كان زي الخرا لانه كان بيلعب وينج رايت. ولعيب طري، هو لعيب طري، هو بيطلع كوره حلو لما الماتش بيبقى مفتوح. لما الماتش يبقى مفتوح بيلعب ماشي بيبقى حلو. كنت ممكن تبدا بيه والنتيجه 0-0 كان هيأدي على فكره، كنت تلعب بيه في نص الملعب. يعني عبد الله السعيد النهارده كان ممكن يبدا بديل، محمد السيد النهارده كان ممكن يخش بديل. تغيير شحاته اثر، تغيير محمد شحاته غيابه مأثر، حرفيا مأثر. ادم كايد وينج رايت ليه؟ ادم كايد وينج رايت ليه؟ وتغيير فتوح دي ليه؟ يعني دي يعني حاجه ما تخشش العقل. يعني انا عايز افهم ليه ما خرجش بنتايج ورجع فتوح باك ليفت؟ ليه؟ يعني حاجه تحرق الدم. تغييراتك النهارده وادارتك للماتش وحشه قوي، وحشه قوي 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 قوي. هو معتمد خساره مستحقه، مفيش كوره لعبناها صح، مفيش التحام اخدناه، مفيش كوره تانية خدناها، ما عملناش هجمه تذكر على انبي طوال ال 90 دقيقه. زي ما قلت مش حاسس ان احنا ممكن نجيب جون. يعني مفيش لقطه في الماتش او احساس يخش جوه اي زملكاوي ان احنا ممكن نتعادل. لا، احنا خساره مستحقه، ضيعنا ماتش مهم قوي 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 كان لازم نكسبه. ما كانش ينفع نخسر الماتش ده، ولا حتى كان ينفع نتعادله. ولو كنا تعادلنا بكره حسام عبد المجيد احنا كنا هنكسب نقطه. ان احنا ما نستحقش، احنا ما عندناش اي حاجه تشفع لنا النهارده ان احنا حتى نتعادل مش نكسب. اللعيبه النهارده كلها اوت اوف فورم. معتمد جمال هو ان شاء الله لازم يكمل، هو لازم يكمل، ما ينفعش يجيب مدرب اجنبي في الوقت ده. وما ينفعش تنسى ان معتمد جمال كسب لك 8 ماتشات في الدوري ورا بعض، ما ينفعش تنكر ده. ادار ماتش سيء، وارد طبيعي، بس مش بالسوق ده يا معتمد. وزي ما قلت انا اتعودت معاك يا معتمد ان انت لما بتبدا يا كابتن معتمد لما بتبدا غلط بتقدر تعمل تغييرات تغير الماتش. يعني احنا في اخر ماتش لعبنا بثلاث مهاجمين، لعبنا بثلاث مهاجمين وما عرفناش نوصل لهم كوره. يعني انا راجل مش كوير قوي، بس يعني معروفه لما فرق بتلعب عليك من ورا وانت بتهاجم، يا عرضيات يا تسديد من بره ال 18. انما انت لا عملت دي ولا عملت دي، تلعب بثلاث مهاجمين ولا عملت دي ولا عملت دي. عدي الدباغ جات له كوره النهارده قعد يرقص ويطلع تاني، نفس الكوره بتاعت الاتحاد السكندري. وفي شوطه من نص الملعب روبرتو كارلوس يستحي يشوطها. ايه يا عم في ايه؟ مش كده، ارحمونا يا جدعان، احنا وراكم وبندعم. وان شاء الله احنا برضو في ظل ان احنا بننافس في الظروف دي، ده انجاز. انا شايف ان ده انجاز ومش هقدر اقول حاجه غير كده. لو قلت حاجه غير كده ابقى انا مش شايف انا فرقتي كانت فين قبل الدوري، وكانت فين في نص الدوري، كانت فين دلوقتي. يعني اكتر المتفائلين ما كانش يتوقع ان الزمالك هيتصدر حتى بفرق جوان، ان هو اصلا هينافس على اول اربعه. خلينا صراحه، بس احنا ضيعنا ماتش سهل، ماتش نقدر نكسبه. انبي جرنا للماتش اللي هو عاوزه. يعني انبي جرك للاداء اللي هو عاوزه. في اول الشوط نرفزك، التحامات تقيله، زعيق، اعتراض على كل كوره، خلاك تخرج بره الماتش، ما خلاكش تركز. هو عمل اللي هو عاوز يعمله، هو خرجك بره الماتش، خرجك بره اجواء المباراه. انبي حمزه الجمل النهارده خرجك بره الماتش، عرف يخرجك بره الماتش. وحتى انت لما بدات تخش ونزلت ادم كايد مع بدايه الشوط الثاني وبدات تستحوذ على الكوره، ما عملتش بقى حاجه، استحواذ كله سلبي. انقل الكوره كده، انقل الكوره كده، رجع، انقل الكوره كده كده، رجع، ما فيش. ما عملتش اي حاجه تحسب لك النهارده. انت كنت اسوأ ماتش شفته ليك يا معتمد النهارده. حاجه يعني بجد مش عارف. يعني ضيعنا ماتش مهم قوي وثلاث نقط مهمين قوي علينا، كانوا هيفيدونا قوي 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 في المنافسه. على الاقل كانوا هيقربوك قوي من المشاركه في دوري الابطال، وكنت هتخش ضغط الانديه التانيه. حقيقه يعني انا الزمالك اكتر فريق شفته في حياتي ما بيستغلش الفرص اللي بتجيله من المنافسين. على مدار تشجيع للزمالك عمري ما شفتها، ولو شفتها بتبقى طفرات يعني. بجد حاجه تحرق الدم. الحمد لله، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل.